السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو النهاردة جامد جدا. هنعمل الفطير الشرقي بطريقة حلوة جدا، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا طريقة الفرد، وكمان هنحشي الفطير ده ايه. ما شاء الله هيعجبكم جدا ان شاء الله. واهم حاجة ما تنسوش اللايك يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا بالاشتراك. هتلاقوا كل جديد ان شاء الله في القناة وهتعجبكم جدا، وهتلاقوا وصفات كتير. ونقول بسم الله وندخل على الطريقة على طول. معايا هنا كيلو من الدقيق، وهنعجن بميه دافيه. الكوبايه دي فيها ميه دافيه، حطيت عليها معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح، وهضيف الميه دي على الدقيق وهبدا كده اشغل العجان. والميه تكون دافيه علشان العجينه تبقى طريه معايا وتبقى سهله في الفرد، ما تبقاش سخنه. لو سخنه العجينه هتبقى طريه قوي وسايله معانا، مش هنقدر نتحكم فيها. الميه تكون دافيه بس. وبعد كده بعد ما خلصت العجينه ما شاء الله شايفين بتكون طريه بالشكل ده. مش طريه قوي ولا جامده قوي، علشان اقدر بس اتحكم في الفرد. وبعد كده هقسمها الكور، والكور تكون متساويه كده على قد ما نقدر. والكيلو الدقيق بيطلع معانا 4 فطاير. هكور كده العجينه 4 كور بالشكل ده تكون متساويه. وعجينه الفطير زي ما شفنا كده سهله وبسيطه، مش محتاجه اي حاجه خالص غير الدقيق وشويه الميه، وبضيف عليهم الملح والسكر، سكر بسيط طبعا. والسكر علشان الفطير ياخد لون حلو وهو في الفرن، لون ذهبي حلو كده. وبعد ما خلصت العجين كده كورته 4 كور، بدهن وشه زيت وبغطيه علشان ما ينشفش، وبسيبه يرتاح كده 10 دقايق على ما اجهز الحشوه بتاع الفطير. ومعايا هنا الحشوه بقى جاهزه. معايا هنا لحمه مسلوقه كانت عندي في التلاجة، وحطها في علبة كده، طلعتها بقى وعلشان اجهزها للفطير. ومعايا هنا البصل والفلفل الرومي، لو في فلفل الوان تمام. وبقطع البصل والفلفل بالشكل ده، وهبدا ان انا اروح على الطاسه واجهز الحشوه. وضفت زيت في الطاسه كده، وبدات ان انا انزل بالبصل والفلفل مره واحده كده مع بعض. ببدا ان انا اقلب البصل والفلفل بالشكل ده، وهسيبه بس يدبل كده، يكون لونه ذهبي خفيف بالشكل ده. وهنزل باللحمه، واللحمه كده هبدا ان انا اقلبها مع الفلفل والبصل، تتشوح معاهم كده حاجه بسيطه، لانها طبعا هي مسلوقه ومستويه يعني. قطعتها بس قطع صغيره كده، ونزلت بيها على البصل والفلفل. وهبدا ان انا اضيف التوابل. هضيف ملح وفلفل بس، مش هضيف توابل تانية. زي ما انتوا حابين بقى، لو حابين تضيفوا اي توابل تانية مفيش مشكله. وكده حشوه الفطير جاهزه معانا ما شاء الله. وقبل ما اطفي النار كده بحاجه بسيطه بنزل بالزيتون، مقطعه زيتون كده وبضيفه على اللحمه. وهنزل بمعلقتين كبار من الكاتشب، وهقلب واطفي النار. وكده الحشوه بتاعتنا جاهزه، وابدا ان انا افرد الفطير. معايا هنا العجينه بعد ما ارتاحت 10 دقايق، هبدا ان انا هفردها على الترابيزه كده علشان تكون واضحه ليكم. لو فردتها على الرخامه مش هتكون واضحه، ومش هقدر ان انا افردها كويس. دهنت الترابيزه طبعا، بكون غسلها كويس جدا وبدهنها من السمنه. انا ضايفه سمنه على زيت، وهبدا ان انا ادهن الترابيزه بالشكل ده، وابدا افرد العجينه. هرققها خالص تبقى رقيقه جدا علشان الفطيره تبقى خفيفه وحلوه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين معايا كده العجينه بتتفرد معايا بكل سهوله كده. ولان سيبنا العجينه ارتاحت شويه، فطريقه الفرد بتكون سهله جدا. وكمان في العجن كمان لازم نعجنها شويه حلوين كده لحد ما العجينه تنعم معانا وتبقى طريه. وبعد كده بنسيبها ترتاح، ولما بنيجي نفردها بنلاقيها سهله كده. الفرد بتاعها بيكون سهل جدا. وبحاول كده ما اسيبش ولا حته في العجينه تكون سميكه، برقق كل الفطيره معايا بكل العجينه كده بالشكل ده. وبعد ما دهنت سمنه بطبقها من ناحيتين بالشكل ده كده، علشان تكون في قاعده متينه، او قاعده تستحمل الحشوه اللي انا هحطها. فضفت الجبن كده الاول، جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، وبعد كده ضفت عليها حشوه اللحمه اللي عملناها مع بعض، وهبدا ان انا اطبقها كده. وبعد ما طبقتها بالشكل ده مش هطبقها واسيبها كده، لا انا بحاول كمان ان انا اشد العجينه رققها خالص الطبقه اللي انا طبقتها دي. ولو اتقطعت معانا مفيش مشكله خالص، كده كده العجينه من جوه هتكون داخله ببعضها ومش هتبقى باينه التقطيعه دي خالص. وكل رق بطبقه بالشكل ده بدهن سمنه. واهم حاجه في الفطير عشان الفطير يطلع معانا حلو لازم ندهن سمنه كويس. وكمان السمنه تكون نوعيتها حلوه جدا. انا بدهن سمنه هنا اللي بستخدمها سمنه بلدي، زبده يعني زبده بلدي فلاحي. بسيحها وبضيف عليها الزيت وبتبقى حلوه جدا ما شاء الله.
وكده بعد ما خلصت اول واحده ونقلتها على الصينيه كده، وحطيت على وشها كمان جبن. لو مش عايزين اي حاجه على الوش خالص ما تضيفوش، ولو عايزين تضيفوا كمان لحمه تاني على الوش هيبقى حلو قوي. وكده هفرد واحده كمان معاكم. وبعد ما فردت كده ودهنت سمنه كويس جدا، واهم حاجه ادهن سمنه تحت العجينه علشان ما تمسكش في الحاجه اللي انا بفرد عليها. وطبقتها من اليمين والشمال كده طبقتين فوق بعض علشان العجينه تستحمل الحشوه اللي هضيفها. وضفت الجبن اللي على بعضها، جبنه شيدر وجبنه موزاريلا، وهضيف حشوه اللحمه. وبعد كده هبدأ ان انا اطبقها تاني، وكل ما بين طبقة والتانية هدهن سمنة. ضفت كمان شوية جبن كده على اللحمة، وهطبق بقى الفطيرة دي. وطريقة فرد الفطير بالنسبة لي دي احسن طريقة واسهل طريقة ما شاء الله. وفي طبعا بعض من الناس بيفضلوا ان هم يكوروا كور صغيرة كتير كده ويبدأوا يفردوها ويضيفوا طبقات كده فوق بعضها ويلموها يعملوها، ولكن الفطيرة من جوه بتبقى عجين ومش مورقة خالص. ويا ريت بقى في طريقة التطبيق تطبقوها زي ما انتوا شايفين كده علشان تطلع معاكم مظبوطه. وكمان في العجين لما بلاقي حته كمان من العجين تكون تخينه شويه او سميكه بشيلها خالص، بشيل الحروف اللي تكون تخينه دي علشان العجينه كلها تبقى رقيقه. ما شاء الله شايفين بقى جمال الحشوه. تكتري بقى تقللي زي ما انت حابه، عايزه تكتري في الجبنه تكتري في اللحمه او تقللي زي ما انت حابه. واللحمه دي كمان تنفع تكون لحمه مفرومه بتكون حلوه جدا كمان، ولكن اللحمه دي زي ما انتوا عارفين كانت عندي في التلاجة، وحبيت ان انا اعيد تدوير اللحمه دي واستخدمها في حاجه تانية خالص وتطلع معايا حلوه. وتقدروا تستخدموا حشوه دجاج، حشوه سجق، جبن، بس زي ما انتوا حابين في الحشوه ضيفوها. وانا فردت 3 فطاير وسبت الرابعه في التلاجة منين ما احتاجها. في اي وقت هطلعها وافردها، العجينه مش هتبوظ معايا خالص وهتبقى تمام. وهبدأ كده في تسوية الفطير. واول واحدة طلعت من الفرن كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. الفطير هنا انا ضايفة على الوش كده جبنة شيدر وجبنة موزاريلا. لو حابين تسيبوا الوش سادة وما تضيفوش عليه اي حاجة تمام زي ما انتوا حابين. شايفين بقى جمال الفطير ما شاء الله. والفطير معروف ان هو بيكون دسم وبيكون السمنة بتاعته كتيرة، ما ينفعش خالص الفطير يكون السمنة بتاعته قليلة. وشايفين بقى التحمير من تحت واخده لون حلو جدا ما شاء الله. شايفين جمال الفطير. انا جوعت الصراحه لما شفت المنظر تاني ما شاء الله حلو جدا. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه والطعم اهم حاجه علشان يطلع فطير حلو وتقدروا تستمتعوا بالفطير وانتوا بتاكلوه. الزبده اللي هنستخدمها في الفطير لازم تكون نوعيه حلوه جدا. انا مستخدمه هنا طبعا الزبده الفلاحي، واحنا عارفين الزبده الفلاحي بتعمل ايه في الفطير، بتكون هايله في الفطير. ونقطعها بقى التقطيعه اللي احنا عايزينها زي ما احنا عايزين. ما شاء الله الفطير حلو جدا ما شاء الله. وقطعت الفطير كله كده. والفطيره دي انا كنت سايبه الوش بتاعها ساده خالص، الوش كده كان مقرمش وحلو جدا. والفطيره دي كنت ضايفه عليها اللي انا بفتحها لكم دي على الوش كده جبن، ومن جوه كانت مورقه جدا. والفطيره اللي ما ضفتش على وشها اي حاجه خالص، كان الوش بتاعها مقرمش وجميله جدا. انا حتى مش قادره ان انا اشيل الفطيره علشان افتحها لكم، كانت سخنه ما شاء الله حلوه جدا. هيعجبكم الفطير ده، لازم تجربوه وتجربوا الحشوه بتاع الفطير. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.